بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعنا النهاردة إن شاء الله هيبقى عن الكوسة. ليه الكوسة بتبدأ تنشف بعد ما بتنبت معانا مرتين وناخد منها المحصول مرتين بس، بعد كده بتبدأ تنشف. إن شاء الله هنعرف مع بعضنا النهاردة إيه المشكلة دي وإنت إزاي تقدر تحلها وتبقى الشجرة معاك، النباتة معاك مزهرة على طول، حقاش انت تجلعها اكتر من 7 6 5 مرات تقدر تاخد منها محصول كوسة على طول. وطبعا بنفس الطريقة دي، هي طريقة واحدة بس تقدر تحل لك المشاكل دي كلها، تقدر تحل لك مشكلة الدودة. طبعا الكوسة محتاجة شمس قوية، الشمس على طول تبقى قاعدة فوق النبات علشان تقدر تديك الأزهار وتقدر تديك النباتات اللي هتقدر تاخدها منها. طبعا الكوسة من أحسن المحاصيل، مثلا كل 20 يوم بتقدر تاخد منها وتجمع منها محصول كوسة. بس طريقة واحدة بس هتخليك تعمل ده كله، فأنت لازم تخف الأوراق اللي هي بتبقى على النباتة. خف الأوراق بيساعد على النمو التخدير في القلب، يعني النمو التخدير في المراحل الجديدة بنفس القلب اللي انتوا شايفينه ده. لما ما تخف الورق ورا بتبدأ تديك النموات التخدير قدام بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده كله هيبدأ ينشف ويبدأ يلم ذبابة بتبدأ تاكل فيه النباتة، وبالشكل ده بتبدأ تنشف. فانت لو خفيتها كده وسبت النمو بتاعها، الجذر بتاعها باين الى الشمس، مضوي الى الشمس، ونظفت اللي حواليها ده كله، فانت كده انا اضمن لك تقدر تاخد منها اهم المحاصيل، والقلب بتاعك جوه ده يبدأ يفوق ويبدأ ينبت معاك احلى محاصيل. صلى على النبي. ولازم تخف. طيب بعد كده، بعد مرور 10 ايام بعد ما تعمل الطريقة اللي انت شايفها دي، فانا اضمن لك احلى انتاج نفس دي كده. الشجرة دي انا كنت مقلمها دي بتاع 10 ايام، وادتنا النموات التخدير اللي انت طبعا قلمتها حاجة خفيفة. بصوا يا جماعة النموات التخدير، بسم الله ما شاء الله، صلى على النبي. ادي النمو التخدير بعد ما انا نظفتها، يعني بعد 10 ايام هتبدأ تظهر معاك بنفس الشكل اللي انت شايفه ده. الزراعة سهلة، نزرع جميع الخضروات، انا ادهم ونزرع جميع الخضروات وجميع النباتات وجميع الفواكه فوق سطح بيتك او في ارضك او في حديقتك. ما تنساش طبعا تصلي على النبي، تشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو علشان يوصلك كل جديد. يا بخت من صلى على النبي صلى الله عليه 10 مرات. وبس كده، وصلى على النبي للتاني مرة.